وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. شايفين حضراتكم دي بسارية، طبعا كل الناس عارفه دي سمكه ايه. دي سمكه بسارية. ناس كتيره قوي ما تعرفش ان البسارية بتتفرز. ناس كتير تقول لك لا البسارية ما بتتفرزش، لما بتتفرز بتبوظ. طيب حضراتكم الطبق ده عندي بقاله اكتر يعني يقترب على شهرين في الفريزر. شايفين حضراتكم اهو، شايفين اهي. بطلعها لكم بكل سهوله، ولا مهريه ولا فيها اي حاجه اهو اهي. مين قال ان الفسارية ما بتتفرزش؟ اهو. طبعا انا كنت غسلاها كويس، صفيتها، حطيت عليها التتبيله بتاعتها، وبشرت عليها شويه جزر كده يدولها شكل حلو ولون حلو. رصيتها في الطبق زي ما انتم شايفين حضراتكم، وعصرت عليها الليمون وحطيتها وكيستها بورق الاسترتش وحطيتها في قلب الفريزر. مفيش فيها اي مشكله خالص. تمام. تعالوا نعملها مع بعض النهارده بطريقه بسيطه وسهله كده، وهوريك حضرتك انا هشوي السمك النهارده بدون فرن، في البيت عندك، بدون دخان، بدون اي حاجه. ان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل باذن الله. طبعا معايا الدقيق ده دقيق علشان ان شاء الله القليه، وطبعا معايا ده السمك اهو، ده اللي هشويه، وطبعا معايا الحله اللي انا هعمل فيها الرز. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. شايفين كده يا بنات، قطعت بصلايه، اي تقطيع حضرتك حبه، حبه صغير كبير، انا بحب الصغير بصراحه. ده عشان هنعمل الرز اللي هو الاصفر اللي بيديكي رز السمك الحلو اللي لونه حلو. تمام. هقطع، حطيت شويه زيت ورفعته على النار. تعالى اما نشوف هنعمل بسارية ازاي. ده السمك التاني معايا. طبعا معايا الرده ديت اللي هي النخاله بتاعه، هوريها لكم اهي، اللي هي بتاعه لما بنيجي نطحن الغله بيبقى فيه رده ناعمه اللي هي بتاعه الشويه، طبعا كلكم عارفينها اهي. تمام. هحطها هنا على الرخامه هنا اهي. تمام. هبل بقى السمك بتاعي، طبعا غسلاه ونقعاه في دقيق وميه بليمون. ممنوع حضرتك تحطي على السمك خل، لان الخل بيهري السمك. وهرصه فين؟ على على الرف بتاع البوتاجاز، الشبكه بتاع البوتاجاز، هحط عليها ورقه فويل وهرص السمك عليه تحت الشوايه. هشوف بالطريقه دي. او حضرتك لو عندك صاج او صينيه بتستغني عنها تشوفيها، ممكن تشوفيها بسهوله جدا. هوري لحضراتكم برضه دلوقتي. شايفين حضراتكم لون البصل ده كده؟ انا عايزه اللون الغامق ده عشان يديكي ان شاء الله اللون الحلو للرز. هنزل بفصين توم كبار مفرومين، هيديكي طعم حلو جدا للرز ان شاء الله. جربيه باذن الله يعجبك جدا. تمام. هضيف ايه تاني يا لولو؟ الرز على طول؟ لا، هضيف ميه عشان الميه تغلي مع البصل وتديكي اللون الاصفر الحلو اللي بتشوفيه في المحلات. تمام. هنزل ان شاء الله بالميه. هوطي النار. وهقوم نازله ان شاء الله بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها تغلي واحط لها الملح بتاعها واسيبها تغلي، نرجع نشوف ان شاء الله نعمل ايه تاني. شايفين حضراتكم بشوي ازاي؟ ده البتاع بتاع الفرن، ديت ورقه سيلفر انا بشوي عليها اهي، بتاع المطبخ بتاع البوتاجاز اللي بدهنه، بحطها عليه عشان ما يوسخش اي حاجه، وبالسمك رده وارص زي ما انتم شايفين حضراتكم، واولع الشوايه. مش اكتر من كده. هدخل الشبكه واقفل الفرن وهرجع اوريهولك تاني ان شاء الله. شايفين حضراتكم حطيت الطاسه اللي انا هقلي فيها على النار، دي طاسه مخصصه للسمك. هبدا ان شاء الله ابل البسارية واحده واحده ونزليها واحده واحده كده. طبعا لسه الزيت ما سخنش، يبقى انا كده مش هنزل. شايفين بقى البسارية ماسكه نفسها، وشايفين عامله ازاي جميله جدا. هبلها كده بالدقيق وانفضها قبل ما احطها. تمام. شايفين حضراتكم السمك بدأ ياخد لون معايا اهو. هبدأ اقلبه كده اهو بالماسك بتاع حضرتك كده، واقلب كده الناحية التانية اهو عشان ياخد لون برضو من الناحية التانية. شايفين كده يا بنات؟ شايفين البسارية بتاعتي عاملة ازاي؟ خدت اللون الذهبي. انا عايزاها كده. انت اولا السمك البسارية دي بالذات لازم تتقلي على النار عالية. تاني حاجة ما تقلبيهاش خالص غير لما تاخد لون زي ده الوقت كده. تمام. هطلع بقى واحط الدور الباقي، هخلص كل الكمية وارجع لك تاني ان شاء الله.
تعالوا بقى نشوف الرز مع بعض. كده يا حبايبي الميه بتاعت الرز لما غليت سبتها غليت 5 دقايق عشان تاخد لون البصل. هنزل بالرز طبعا غسلاه وصفياه من الميه، هسيبه لغايه ما يغلي طبعا، وبعد كده هوطي عليه النار واوريهولك ان شاء الله تاني هيبقى عامل ازاي واللون بتاعه هيبقى عامل ازاي. حابه حضرتك تحطي عليه كركم مفيش مشكله، مش حابه خلاص. ده على فكره من غير كركم. شايفين يا بنات السمك طلعته طبعا من تحت الشوايه، شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولا احتاجتي تروحي لجارتك ولا احتاجتي فرن ولا رحتي شواتيه بره بفلوس قد كده، وفرتي طبعا فلوس كتير في الشويه. تعالوا بقى ايه نعمل له التحديقه بتاعته الجميله الحلوه دي. معايا دلوقتي قرن معلقتين من هرسه الشطه، طبعا هعملها معاكم ان شاء الله اوريها لكم. خرطت عليها عودين 3 بقدونس، طبعا عصر عليها ليمون والملح وفيها البهارات وكل حاجه. هبدا بقى اتبل السمك بتاع المشوي ده، وهتاكلي احلى سمكايه طعمها جميل، غسلها ببيتك انت اللي عاملاها، طعمها تحفه بجد بجد بجد. الف هنا الف هنا. تعالوا نروح نشوف البساري. شايفين حضراتكم اهي، وده اخر دور طبعا معايا هطلعه. وزي ما قلت لحضرتك ما تقلبيش البساريه غير لما تنشف في الزيت علشان ما تتهرش منك. غير كده كمان انها سمكه رقيقه وحلوه ان انت تعمليها بلطف شويه. طيب شوفوا حضراتكم عامله ازاي، ما فيش واحده ماسكه في واحده اهي، ناشفه وزي الفل. ودي طبعا البساريه المتفرزه، لان واحده صاحبتي قالت لي على موضوع التفريز ده، قالت لي البساريه ما بتتفرزش، فحبيت اعمل لها الفيديو ده عشان تشوفوا وتعملوا. تمام، استنوني بقى هطلع الدور ده ونرجع ان شاء الله نشوف مع بعض هنغرف الغرف بتاعنا ازاي. دي طبعا ماما دي كده شايفين يا بنات خلصنا كل الغدا بتاع النهارده. ادي البساريه التحفه بسم الله ما شاء الله. شايفين حضراتكم عامله ازاي؟ مش هقول لك بقى على طعمتها ولا حلاوتها ولا، شايفين ناشفه وجميله ومقرمشه وواحده من واحده وما فيش واحده فيها ماسكه التانيه. بسم الله ما شاء الله بالف الف هنا. حبيت اعرفك النهارده شويه معلومات بسيطه جدا لكن مهمه جدا لاي ست بيت عشان تلمي ايدك. بلاش الفلوس الكتير، بلاش تشوي سمك بره، حاولي تدبري امور بيتك. اي يوم اللي ما يكون معاكي فلوس فيه هاتي فيه حاجه تحطها في الفريزر، بحيث لما بيكون ما معكيش او الفلوس اللي معاكي قليله تقدري تطلعي اي حاجه من الفريزر وتعمليها. البساريه ديت كنت انا جايباها مع اكل السمك، كنت جايباها قبل كده، حبيت اجيبها قلت هعمل بيها يوم تاني، وفعلا الحمد لله نفعت النهارده اهي. تمام. وطبعا السمك ده برضو كنت شايلاه برضو من سمك قبل كده وشيلته، وقلت برضو هينفع في يوم تاني جنبه اي حاجه عشان يكفي. تمام. شايفين حضراتكم السمك المشوي بقى اللي مشويته في البيت عامل ازاي، ولا دفعت فلوس، وطبعا غسلته ونضفته وعملته بايدي. بسم الله ما شاء الله طلع زي الفل. هتاكليه كده وهتدعي لي ان شاء الله. طبعا عملنا الرز اللي بالبصل تحفه، شايفين لون حضرتكم عامل ازاي، ولا حطيت له كركم ولا اي حاجه، اللون ده طبيعي جدا من لون البصل. طبعا مع جنبه مخلل زيتون، عملت جنبه سلطه خضراء وبصل اخضر، ما ينفعش سمك بدون بصل. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم واكله النهارده عجبتكم. بحبكم في الله، محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وكمان تكتبوا لي كومنت مناسب من حضراتكم كده يشجعني ان شاء الله. وكمان ما تنسوش اللايك لان اللايك بيرفع معايا الفيديو. بحبكم في الله مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.